أسامة، حضرتك نتعرف عليك أولا. أسامة الملاح، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ أسامة، أنت طالع على القاهرة دلوقتي، رايحين فين يا فندم؟ والله هي جولة بحرية مع سيادة الفريق مهاب مميش، اللي استقبل صباح اليوم وفد من الشركة الوطنية للنقل البري والبحري في جولة بحرية عشان يوريهم عظمة مشروع حفر قناة السويس وما تم إنجازه حتى الآن. احنا دلوقتي ماشيين في القناة الحالية، أو القناة مش عايزين نقول القناة القديمة، لا القناة الحالية. فإن شاء الله هيكون في جولة بحرية، هندخل على القناة الجديدة اللي موجود فيها مياه وموجود فيها سمك الناس بتصطاد. عايزك تقول كلمة من هنا من قلب قناة السويس الحالية للشعب المصري وللسيد رئيس الجمهورية صاحب قرار قناة السويس الجديدة كمان. والله هو ما يتم على أرض الإسماعيلية والسويس وبورسعيد في مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنفيذ المحور بالفعل هو معجزة بكل المقاييس. يمكن مصر مخصوصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن وحد كل جهود الشعب اتوحدت خلف هذا المشروع الكبير، مشروع عملاق، أكبر عملية تحريك رمال على مستوى العالم وعلى مر التاريخ. تشهد قناة السويس فعلا يجب على كل مصري أن يفتخر أنه مصري، لأن المصريين دائما يصنعون المستحيل. أنا بقول لكل الناس بالذات المشككين، تعالوا اتفرجوا وشوفوا مشروع قناة السويس على أرض الواقع، ما هيش صور فوتوشوب ولا حاجة.